تخيل تروح مدرستك الصبح زي أي يوم عادي، بس فجأة أنت وكل زمايلك بتناموا في الباص وتصحوا تلاقوا نفسكم على جزيرة غريبة ومعزولة عن العالم كله. ومش بس كده، لأ، ده أنت دلوقتي دخلت غصب عنك لعبة مميتة وبأمر من الحكومة، ويا إما تعدي اللعبة دي على خير وترجع بيتك بسلام، يا إما بكل بساطة هتموت. هنعرف إيه اللي بيحصل والسبب في كل ده في الفيديو بتاع النهاردة. فيلا بينا. فيلمنا بيبدأ في بداية الألفية، وقتها الدولة بدأت تقع بسبب زيادة البطالة بنسبة 15%، وبقى فيه كده 10 مليون شخص من غير أي وظيفة. ده غير إن فيه أكتر من 800 ألف طالب قطعوا المدارس والتعليم أساسا، وده طبعا زود من معدل جرائم الأحداث لحد ما الدولة عملت قانون اسمه قانون التربوي أو باتل رويال، والقانون ده بيتطبق على طلبة المدارس كل سنة. وحاليا بقى بنشوف البنت اللي نجت من الباتل رويال بتاعت السنة دي وبيكون معاها دمية متغطية بالدم وبتضحك ضحكة غريبة، وده طبعًا معناه إن الباتل رويال دي حاجة دموية ومش طبيعية. بتعدي بقى فترة وبنشوف صورة مجمعة لطلاب مدرسة ومن ضمنهم الطالب شويا، وبنعرف إن شويا مامته سابت أبوه وهو عنده 4 سنين، وأول يوم ليه في المدرسة الثانوية أبوه شنق نفسه وانتحر، ودي طبعًا بداية مبشرة بالخير جدًا. المهم بنكمل ونشوف دلوقتي في المدرسة المعلم كيتانو وهو بيتجرح بسكينة في رجله من طالب من طلاب المدرسة، وما تستغربش من اللي بيحصل ده، لأن زي ما قلت لك إن معدل الجرايم زاد جدًا بين الطلاب، فكان عادي جدًا الطالب يروح مدرسة بسكينة معاه. بس الغريب أكتر إن كيتانو لما اتجرح مداش أي رد فعل، وراح غسل رجله من الدم بكل بساطة، وقرر يقعد في الفصل مع نفسه في هدوء. وبنشوف إنه معلم طيب جدًا ومسالم، وبتفضل المدرسة في الفوضى دي لحد ما بيجي آخر يوم في الدراسة للطلاب دول، وبنشوفهم راكبين الباص بتاعهم ومبسوطين وبيغنوا وبيتصوروا لأنهم بكده خلصوا التعليم، لحد ما الكل بينام في الباص بشكل مفاجئ. بس شوية صحى فجأة وكان بيحاول يفهم فيه إيه، لكنه مش بيلحق يعمل حاجة لأن في ست شافته صاحي فضربته بسرعة وأغمى عليه. وبعد مدة بيفوق وبيلاقي نفسه في فصل مهجور وفي سلسلة غريبة في رقبته، وكمان بيلاقي السلسلة دي في رقبة كل أصحابه اللي بدأوا يفوقوا واحد ورا التاني. ولما الكل بيفوقوا بيسمعوا صوت طيارات الجيش بتهبط جنبهم وبينزل منها الجنود، والمفاجأة إن بيكون معاهم المعلم كيتانو. فطبعا الطلبة بيتصدموا وبيستغربوا جدا لما بيشوفوه، فبيطلب منهم يقعدوا وبيعرفهم إنه هيدرس لهم من تاني، وكمان بيعرفهم على الطالب كوادا وكيري لأنهم مش من نفس المدرسة بتاعتهم. وبعدها بيسألهم لو عارفين قانون الباتل رويال، لكن محدش فيهم بيكون عارف أي حاجة، فبيشرح لهم القانون بكل بساطة وبيعرفهم إنهم لازم يقتلوا بعض لحد ما واحد فيهم بس يفضل عايش. فالطلبة طبعا وقتها بيتصدموا من كلامه وبيحسوا إنه بيهزر، فكيتانو علشان يعرفهم إنه مش بيهزر وريهم جثة السواق بتاعهم اللي كان معاهم في الباص. فالطلبة بيترعبوا وفضلوا يصرخوا ووقعوا على الأرض، بس كيتانو طلب منهم يهدوا علشان يكمل شرح، وبعدها شغل لهم فيديو بحيث يفهموا منه كل حاجة. وفي الفيديو بتظهر بنته بتعرفهم إن الفصل بتاعهم تم اختياره علشان يشارك في الباتل رويال، وحاليا هم على جزيرة مهجورة مساحتها 10 كيلو متر. وأثناء ما الفيديو شغال فجأة كيتانو بيسمع همس جاي من الطلبة، فحدف البنت اللي بتهمس دي بسكينة في نص دماغها وقتلها في مشهد صادم. فطبعا كل الطلبة اترعبوا وحاولوا يهربوا، ولكن الجنود ضربوا نار من أسلحتهم فخافوا أكتر وفضلوا يجروا لحد ما طلقة جت في دراع الطالبة نوريكو، فصديقها نوبو راح يمسك في الجندي اللي عمل كده، لكن كيتانو عوره بالسكينة في رجله هو كمان، وبعدها جندي جه ضربه ووقعه على الأرض. وبعد المجزرة الغريبة دي كلها بنشوف المعلم كيتانو اللي طلع نينجا ولا المعلم رشدان، وبيرجع يشغل الفيديو من تاني ولا كأن حاجة حصلت. والبنت بتعرفهم إن كل 6 ساعات المعلم هيكلمهم ويعرفهم الريد زون فين بالظبط، والريد زون دي منطقة خطر ولازم يخرجوا منها فورا. وعرفتهم كمان إن السلسلة اللي في رقبتهم دي ضد الكسر وبتكشف لهم أماكن الطلبة وتحركاتهم، بمعنى يعني إن لو طالب فضل في الريد زون وهو لابس السلسلة دي هتنفجر وتموته فورا. بس نوبو اتعصب جدا من الكلام ده وشتم كيتانو، فكيتانو بكل بساطة خرج ريموت من جيبه وشغل بيه السلسلة اللي في رقبة الولد، وعلى طول السلسلة انفجرت في مشهد صادم. وشوية انهار من العياط على صاحبه كان عايز يهجم على كيتانو، ولكن أصحابه لحقوه قبل ما يحصل نوبو. المهم البنت اللي في الفيديو بتكمل كلام وبتعرفهم إن الباتل رويال دي هتستمر لمدة 3 أيام، ولو ما انتهتش في المدة دي كل الطلبة هيموتوا. وكمان عرفتهم إن كل طالب فيهم هياخد أكله وشربه وخريطة للجزيرة بالإضافة لشنطة فيها شوية أسلحة، بس بتقول لهم إن الأسلحة دي بتتوزع بالحظ، يعني ممكن واحد يلاقي مسدس وواحد تاني يلاقي صاعق كهربي وهكذا. وبعدها كل طالب وطالبة بيبدأوا يستلموا المعدات والشنطة بتاعتهم، وبعد ما شوية بياخد حاجته بيطلع من الفصل وبيلاقي صديقته تندو جاية عليه وهي بتعيط، وبيتفاجئ إن في سهم اخترق رقبتها وبتموت دلوقتي بين إيديه.
بس شوية مش بيلحق حتى يتصدم، لأنه بيلاقي الطالب اللي قتلها جاي بيجري وراه هو كمان، فبيحدفه بطوبة في دماغه وبيطلع يجري هو ونوريكو اللي كانت خرجت هي كمان. بس الولد اللي كان معاه القوس وقع منه ولسه هيروح يجيبه، لكن بيلاقي طالب تاني بياخده وبيموته هو كمان وبيطلع يجري، وبكده يبقى فاضل من الطلاب 38. وبيوصل شوية ونوريكو حاليا لكهف وبيستخبوا فيه. وقتها شوية بيبدأ يشوف ايه سلاحه، وبيتفاجئ لأنه بيلاقي في شنطته غطا حلة، أما نوريكو بيكون معاها منظار. فبيتصدم الاتنين لأنهم معهمش أي حاجة يدافعوا بيها عن نفسهم. والمشكلة كمان إن نوريكو جرحها اللي في إيديها بينزف جامد، فشوية بيغسل لها الجرح وبيربطه وبيطمنها إنه هيحميها مهما حصل. وفي الوقت ده بنشوف مجموعة من الطلاب ملمومين على الطالب الغريب كيري، وبيحاولوا يسرقوا السلاح بتاعه واللي بيطلع عبارة عن هواية أساسا. فبيفضلوا يضحكوا ويتنمروا عليه وبيرفعوا على دماغه رشاش، بس كيري بسرعة وفي أقل من لحظة بياخد الرشاش ده وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بيجمع أسلحتهم وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. وبنشوف كمان إن زي ما في طلبة تقبلوا الوضع وقبلوا فكرة إنهم لازم يقتلوا أصحابهم، في طلاب تانيين ما قبلوش ده وانتحروا ورموا نفسهم من فوق الجبل. المهم في الوقت ده بنشوف الطالبة موتسوكو وهي بتدور على مكان تستخبى فيه، وبتلاقي واحدة من صحابها القريبين وبتكون مستخبية في كوخ، فبتدخل تقعد معاها. وموتسوكو بتلاحظ إن سلاح صاحبتها دي عبارة عن صاعق كهربي، فقعدت تضحك وتتريق عليها. بس في وسط الضحك ده فجأة قررت تقتلها وبتجري وراها لحد ما بتطعنها بالمنجل في رقبتها. وبكده بيخلص اليوم الأول وبيكون فاضل 28 طالب بس. وتاني يوم بقى المعلم كيتانو النينجا بيبدأ يتكلم مع الطلاب وبيعرفهم أسماء صحابهم اللي ماتوا، وكمان بيحدد لهم منطقة الريد زون على الخريطة اللي معاهم. فشوية ونوريكو بيحددوا مكان الريد زون وبيقوموا بعدها يكملوا طريقهم، وبيفضلوا ماشيين شوية لحد ما بيوصلوا للغابة. وهناك طالب اسمه أوكي بيطلع يهجم عليهم بالبلطة اللي معاه وبيكون عاوز يموتهم، فشوية بيحاول يسد الهجمات بتاعته بغطا الحلة، وبيفضلوا يتعاركوا سوا لحد ما بيقعوا من فوق تلة صغيرة. بس بسبب الوقعة دي البلطة بترشق في راس أوكي وبتموته، لكن شوية بيتصدم وبيكون مش مصدق إنه عمل كده. ومن الصدمة بيروح يمسك في نوريكو ويسألها لو هو اللي قتله فعلا، لكن نوريكو هدته وقالت له إن اللي حصل ده كان مجرد حادثة. وبنلاحظ إن في بنت شافت المنظر ده وطلعت تهرب من سكات. بس وهما بيتكلموا في طالب تالت بيظهر فجأة وبيضرب عليهم نار، بس لحظهم إنه ما بيكونش عارف يتحكم في المسدس، فشوية بياخد نوريكو وبيطلعوا يجروا بسرعة. بعدها كودا بيجي على صوت الرصاص وبيقتل الطالب ده بالبندقية اللي معاه. بعد كده بيروح لشوية ونوريكو، لكن وقتها لما بيلاقي إن أسلحتهم عبيطة وملهاش لازمة بيقرر يسيبهم ويمشي. لكن قبل ما يمشي بيسمع صوت بنتين بيتكلموا في مكبر الصوت اللي معاهم، وبيقولوا للكل إنهم مش عاوزين يقتلوا بعض وعاوزين يجمعوا الطلاب علشان يفكروا في حل مع بعض يخرجوا بيه من هنا. فشوية عجبته الفكرة دي وكان عاوز يروح لهم، لكن ملحقش يعمل كده، وده لأن كيري قتل البنتين دول بالرشاش بتاعه وكمل بعدها طريقه عادي جدا على أمل إنه يلاقي أي حد تاني يقتله. بس طبعا اللي حصل ده صدم شوية وما كانش عارف إيه اللي بيحصل ده، فكودا عرفه إنه عارف طريق مخرج الجزيرة دي ونصحهم إنهم ما يثقوش في أي حد تاني وسابهم ومشى. وعلى الجانب التاني بقى موتسوكو كانت راجعة الكوخ بتاعها، وهناك لقت صاحبتها هيروني مستنياها وبترفع عليها المسدس وبتاخد منها المنجل، وبتعرفها إنها شافت جثة صاحبتهم وهي مقتولة بالمنجل ده. ومش بس كده، لأ، هيروني بدأت تزعق لها علشان فاكرة إن هي اللي شنقت أصحابها اللي متعلقين بره دول. فموتسوكو بدأت تمثل إن هي بتعيط ووقعت على الأرض وفضلت تترجى فيها إنها ما تقتلهاش، بس هيروني كانت متضايقة منها جدا وقعدت تضرب فيها علشان قتلت أصحابها. فموتسوكو كهربتها بالصاعق الكهربي اللي معاها ووقعت منها المسدس وخدته وقتلته بيها. وفي الوقت ده شوية ونوريكو كانوا لسه ماشيين لوحدهم، بس نوريكو بتتعب جامد بسبب النزيف اللي في دراعها وبتقع على الأرض، فشوية بيجري يطمن عليها وبعدها بيبص في الخريطة وبيعرف إن في عيادة على الجزيرة، والحلو بقى إن هي جنبهم وقريبة ليهم. فمن غير تفكير كتير طبعا بيشيلها على ظهره وبيمشي بيها لحد ما يوصل عند العيادة. بس هناك بيلاقي كوادا، لكن الغريب في الموضوع إن كوادا بيدخلهم العيادة وبيعالج البنت وبيديها أدوية. ومش بس كده، ده بيبدأ يجهز لهم أكل كمان. وفي مكان تاني بنشوف الطالب هيروكي وهو ماشي وبيبص على جهاز استقبال معاه، والجهاز ده بيوصله المبنى. ولما بيدخل بيشوف هناك 3 طلاب تانيين بينقلوا مولد ضخم وبيطلعوه فوق السلم، فبيروح يساعدهم. وبعدها بيشغلوا المولد ده، وكمان بيقدر الطالب تشينجي إنه يوصل اللابتوب بتاعه بالمولد ده. بعد كده هيروكي قال لهم إنه هيروح يدور على أصحابه تشيجوسا وكوتو وبيسيبهم ويمشي. وبعدها تشينجي بياخد باله من حاجة غريبة في السلسلة اللي هو لابسها، فبينادي على أصحابه الاتنين وبيبدأ يتكلم معاهم عن طريق الرسايل على اللابتوب.
وبيعرفهم إن السلاسل دي بتنقل الكلام بتاعهم، وبيطلب منهم إن يدوروا على شوية حاجات في الجزيرة زي سماد ومبيدات حشرية وفحم وكبريت وكيروسين. وأصحابه وقتها بيستغربوا من الطلبات الغريبة دي لكنهم بيخرجوا يدوروا عليها. أما تشينجي فبيفضل زي ما هو على اللابتوب بتاعه وبيحاول يخترق نظام اللعبة. وفي مكان تاني على الجزيرة، شيجوسا كانت في موقف صعب جدا، لأن الطالب اللي كان معاه القوس في الأول بيكون واقف حاليا ومثبتها بيه وعاوز يقتلها، وفعلا بيضربها بسهم لكن مش بيجي فيها وبيعورها بس في وشها. فتشيجوسا بتتعصب جدا وبتخرج سكينة من شنطتها وبتطلع تجري وراه زي المجنونة لحد ما بتمسكه وبتوقعه على الأرض وبتموته. بس بعدها بتتفاجئ بموتسوكو ظهرت قدامها ورفعت عليها المسدس، فتشيجوسا بتخاف وبتطلع تجري بسرعة، لكن متسوكو فضلت تضرب عليها النار وبتتصاب بطلقة وبتفضل تنزف كتير ومش بتقدر تستحمل وبتقع على الأرض وبتموت. وساعتها هيروكي بيشوفها وبيزعل عليها جدا لأنه كان بيحبها وبيعتذر لها علشان سابها لوحدها وبيفضل يعيط جنبها. وفي نفس اليوم بالليل، نوريكو كانت فاقت وبقت كويسة وبتشكر كوادا علشان أنقذها، فبيصدمهم وبيوريهم صورة صديقته كيكو وعرفهم إنه لعب اللعبة دي قبل كده معاها من 3 سنين. وكمان بيوريهم الإصابة اللي اتصابها ساعتها وبيبدأ يحكي لهم إن هو وكيكو كانوا هما الناجيين الوحيدين. وبعد ما المهلة خلصت السلاسل بدأت تشتغل، وفي الوقت ده الجنود ضربوا عليهم نار هما الاتنين، بس لحسن حظه إنه مماتش على عكس كيكو اللي شكرته وودعته بابتسامة وماتت على طول. فبسبب كده كوادا وقتها كسب، بس بيشارك أهو للمرة التانية في اللعبة غصب عنه برضه مش بمزاجه. طبعا نوريكو لما سمعت القصة دي كوادا صعب عليها أكتر وفضلت تواسيه، فكوادا بيقوم وبيدي شوية سلاح علشان يبقى يدافع بيه عن نفسه. وبعدها بيسمعوا صوت ضرب نار قريب منهم، فكوادا بسرعة بيغطي الشبابيك بتاعة العيادة وبيبص من ورا الشباك وبيشوف وقتها كيري بيطارد طالب تاني وعايز يخلص عليه. فكوادا خاف وبدأ يتوتر وخد الخريطة من شوية واتفق معاهم يتقابلوا في مكان عليها. وبيقدر كيري إنه يوصل للطالب التاني وبيضربه بالرصاص في صدره وبيقع على الأرض وبيفتكر بقى إنه مات وبيسيبه ويمشي، بس الطالب ده بيكون لابس واقي للرصاص ومش بيموت وبيقوم وبيفضل يضحك زي المجنون. وبسبب ضحكته وغبائه ده كيري سمعه وبينقض عليه المرة دي بالسيف اللي معاه وبيقطع راسه. وبعدها سمع صوت جاي من العيادة، فبدون تفكير بيستخدم راس الطالب وبيحط فيها قنبلة وبيحدفها جوه العيادة، وبتنفجر القنبلة دي بس مش بتموت أي حد، ولكن بسبب الانفجار العيادة بتتدمر وشوية بينفصل عن كوادا ونوريكو، فبيطلب منه ياخد باله منها وبيقرر ينط من الشباك بحيث يلفت انتباه كيري ويجري وراه. وده بالفعل اللي حصل، وكيري فضل يجري وراه لحد ما حصره تماما وبيضرب عليه بالرشاش، ولكن حظ شوية بيكون حلو، وده لأن الطلق بتاع كيري بيخلص، فشوية بيستغل الفرصة وبيضربه بالمسدس اللي خده من كوادا. بس كيري طبعا مش بيحصل له حاجة لأنه لابس واقي الرصاص اللي أخده من الطالب اللي لسه مخلص عليه، فشوية ما كانش قدامه حل غير إنه ينط بقى في المية. ولحسن حظه هيروكي كان قريب وسمع صوت ضرب النار، فبيجي بسرعة وبيزق كيري ويوقعه على الأرض وينط هو كمان ورا شوية في المية. وتاني يوم بقى شوية بيصحى بيلاقي كل جروحه متعالجة وكمان نايم على سرير، وبيلاقي الطالبة إتسومي قدامه فبيسألها إيه اللي حصل، فبتحكيله إن هيروكي أنقذه امبارح وخرجه من المية ووصله لحد هنا وخرج بعدها علشان يدور على صديقته كوتو. فشوية وقتها بيبدأ يقلق وبيسألها عن كوادا ونوريكو، بس هي طمنته وعرفته إن اسمهم ما اتذكرش لغاية دلوقتي في التقرير بتاع الأموات، وقالت له على الأسامي اللي ماتوا لغاية دلوقتي وإن حاليا مش فاضل غير 16 طالب بس. وكمان بتعرفه إنها عايشة هنا مع صاحباتها البنات، وعرفته برضه إن يوكو عايشة معاهم هنا. وبعدها بتسيبه يرتاح وبتخرج وبتقفل عليه الباب وبتروح لباقي البنات وبتعرفهم إن شوية فاق وبقى كويس. طبعا الكل بيفرح إلا يوكو اللي كانت متضايقة منه جدا لأنها فاكرة إن هو اللي قتل أوكي، فبتقوم علشان تحط الأكل لشوية ووقتها بتحط فيه سم. بس بعد ما بتعمل كده في بنت من صحباتها بتيجي من بره وبتكون مبسوطة جدا إن شوية بقى كويس وبتاخد من الأكل بتاعه وبتاكل منه، وحرفيا في أقل من لحظات بتنزف دم من بقها وبتموت وسط صدمة وصراخ من باقي صحابها. وهنا بقى الكل بدأوا يسألوا نفسهم مين اللي سمم الأكل، فالطالبة ساتومي بتمسك سلاحها وبترفعه على تشيساتو واللي هي يعني المفروض إنها طبخت الأكل أصلا، فتشيساتو أنكرت ورمت اللوم على صاحبتها التانية، وكلمة من هنا على كلمة من هنا قامت خناقة بينهم وساتومي اتهورت وقتلت شيساتو، ومن هنا الكل نزلوا قتل في بعض وحصلت مجزرة لحد ما للأسف كلهم ماتوا وهم كلهم أبرياء، والوحيدة اللي عاشت هي يوكو المذنبة اللي عملت كل ده. بعد اللي حصل ده يوكو انهارت وبدأت تحس بالذنب بشكل مش طبيعي، فراحت فتحت الباب لشوية وقالت له أنا آسفة وطلعت تجري على فوق. وشوية ما كانش فاهم أي حاجة فنزل بسرعة علشان يشوف في إيه بالظبط، لكنه بيتصدم من منظر الجثث وفضل يعيط جدا
بعدها طلع ورا يوكو وفضل يدور عليها لحد ما لقاها ميتة وعرف إنها انتحرت ورمت نفسها من فوق، ففضل يصرخ زي المجنون لأنه مش قادر يستوعب كل اللي بيحصل حواليه ده. وبعد شوية بيلبس هدومه وبيرجع للغابة من تاني علشان يروح لكوادا ونوريكو في المكان اللي اتفقوا عليه. وساعتها بيكون ماشي بالعافية وبيسند نفسه على عصاية كده، بس في الوقت ده بتكون نوريكو بتجري في الغابة زي المجنونة وبتدور عليه، فبتقابل في سكتها موتسوكو. وطبعا موتسوكو مش بتضيع وقت وبتخرج سلاحها وبتكون لسه هتقتلها، بس بتشوف المعلم كيتانو فبتخاف وبتطلع تجري. وبعد شوية بيجي شوية اللي بيكون منهار تماما وبيقع على الأرض أول ما بيشوفها، فنوريكو بتجري وبتطمن عليه. بس في الوقت ده المعلم كيتانو بيجي وبيديها شمسية علشان المطرة وبيسيبها ويمشي. الراجل ده مش مفهوم من أول الفيلم هو طيب ولا شرير، بس بنعرف إنه بيحب نوريكو كأنها بنته بالظبط، وده لأن هي الوحيدة اللي كانت بتحترمه وبتعامله كويس. المهم في الوقت ده بنشوف هيريكو اللي كان لسه بيدور على كوتو وبيدخل مبنى وبيدور فيه عليها، والمشكلة إنها بالفعل بتكون في المبنى ده، لكنها بتكون خايفة منه لأنها بتحسبه عايز يقتلها. وللأسف أول ما بيقرب منها بتترعب وبتضربه بالمسدس اللي معاها بدون تفكير. والمحزن إن هيروكي قبل ما يموت طلب منها تهرب من هنا بسرعة وعرفها إنه كان جاي بس علشان يحميها واعترف لها بحبه ومات. بعدها كوتو بتندم ندم شديد جدا لأنها اتسرعت وقتلته وبتفضل تعيط جنب جثته لحد ما موتسوكو جت وشافتها فقتلتها جنب هيروكي بدون أي رحمة. بس بعدها كيري بيجي هو كمان وبيضرب عليها نار فبتمثل إن الرصاصة جت فيها وبتقع على الأرض. فكيري بيقرب منها وبياخد المسدس بتاعها، بس أول ما بيديها ظهره بتصعقه بالصاعق وبتوقع منه السلاح وبتخبطه بالمنجل في صدره، ولكنه مش بيموت ولا بيتأثر بسبب الواقي اللي لابسه، وبيزقها بعيد وبيضربها بالرصاص لحد ما بتموت فعلا. وبكده بيكون فاضل بس 7 طلاب والباتل رويال تنتهي. تاني يوم بقى وهو آخر يوم في اللعبة بنشوف شينجي لسه شغال على اللابتوب بتاعه وبيحاول إن هو يخترق النظام، وأصحابه الاتنين بيصنعوا قنبلة بالحاجات اللي هو كان طالبها منهم لحد ما بينجح وبيخترق النظام فعلا وبيعطله تماما. ساعتها الجنود كلهم بيتوتروا وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا ازاي، بس كيتانو بيروح ويفصل الأجهزة كلها وبيطلب منهم إنهم يشغلوها من تاني. وفي اللحظة دي تشينجي والاتنين اللي معاه كانوا بينقلوا القنبلة اللي صنعوها وبيحطوها على العربية، بس قبل ما يتحركوا كيري بيجي وبيقتل واحد منهم وبيفضل يضرب نار على تشينجي وصاحبه التاني، فتشينجي بيضرب عليه نار وبيحاول يهرب هو وصاحبه، بس للأسف كيري بيضرب صاحبه وبيموت بين إيدين تشينجي. وقتها تشينجي بيتجنن وبيطلع يجري وبيضحي بنفسه وبيفجر القنبلة على أمل إنه يموت ويموت كيري معاه. ومن شدة الانفجار اللي حصل شوية واللي معاه جم وملقوش أي حاجة غير النار اللي في كل مكان، ولكن للأسف شافوا كيري لسه عايش. بس ده مش معناه إن تشينجي ضحى بنفسه على الفاضي لأن كيري فقد بصره تماما بسبب الانفجار، وكوادا استغل ده وهجم عليه بالبندقية بتاعته وقدر يفجر دماغه تماما. وفي النهاية مش بيتبقى غير كوادا وشويا ونوريكو، وحاليا التلاتة بيروحوا المكان ويقعدوا يتكلموا شوية. وفجأة بدون أي مقدمات كوادا بيرفع عليهم المسدس وبيقول لهم إنهم غلطانين عشان وثقوا فيه زيادة عن اللزوم، وعلشان يخرج من الجزيرة حي لازم يقتلهم، وبيعتذر لهم وبيضرب عليهم طلقتين بالمسدس بتاعه. وطبعا كل اللي حصل ده بيوصل لكيتانو فبيأمر فورا بإنهاء الباتل رويال بفوز كوادا، وبالتالي الجنود بياخدوا بعضهم وبيسيبوا الجزيرة خلاص. وبعدها بيروح كوادا يقابل كيتانو في المكتب بتاعه، وساعتها كيتانو بيحاول يستخدم الريموت ويشغل السلسلة ولكن السلسلة ما اتفعلتش، وده طبعا بسبب الاختراق اللي تشينجي عمله قبل ما يموت. وبسبب كده برضه كيتانو صدق إن تشويا ونوريكو ماتوا مع إنهم عايشين عادي، وبيكون كوادا مثل إنه قتلهم. واللي بيوصلوا حاليا هما كمان للمكتب عند كيتانو. في اللحظة دي فضل كيتانو يبرر تصرفاته بإن الطلبة بتوعه بيتريقوا عليه وأولاده مش بيحبوه حاجات كتير كده. وبعدها طلب من نوريكو تقتله لأن هي الوحيدة اللي احترمته قبل كده وما كانتش تستاهل منه أي حاجة هو عملها فيها، بس نوريكو ما قدرتش تعمل ده. فطبعا كيتانو خرج المسدس بتاعه ورفعه عليها فشوية خاف عليها جدا وقتله هو بنفسه. الفكرة إن المسدس بتاع كيتانو كان مزيف أساسا ومجرد مسدس مية، وكان بس بيخوف بيه نوريكو علشان تقتله. بس في النهاية التلاتة بيخلعوا السلاسل من رقبتهم وبيركبوا مركب وبيكونوا في طريقهم للمدينة. وفي الوقت ده كوادا بيشكرهم علشان ساعدوه وبيموت هو كمان منتحر بسبب السيجارة المسمومة اللي كان بيشربها، وده لأنه مش قادر يعيش من غير كيكو صاحبته اللي ماتت. وفي النهاية بيرجع شوية ونوريكو للمدينة، بس الصدمة هنا بقى بتكون إنهم لما بيوصلوا بيلاقوا نفسهم مطلوبين للعدالة وبيضطروا يبعدوا عن الأنظار. طب ليه مطلوبين للعدالة؟ ما نعرفش لسه إيه السبب، بس ده بقى اللي أكيد هنكتشفه في الجزء التاني. وبس كده بتنتهي الأحداث بالنهاية المشوقة دي. لو عجبك الفيلم ومستني الجزء التاني ينزل ما تنساش تكتبلي في الكومنتات وتقولي مين أكتر شخصية تعاطفت معاها.
ولو أول مرة تسمعني ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.